قلت حاولنا الاسبوع الاولاني انه ان شاء الله نعيشوهم لي ميم كونديسيون اللي مش نعيشوهم في الدوره. مش نلعبوا، تعرفوا ممكن ما يخفاش عليك انه مش نلعبوا 22 24 26 اوت، دونك نهار بعد نهار ماتش. هذاك علاش الجمعه هذه ان شاء الله باش نركزوا على المباريات الوديه. بعد يفضل لنا اسبوع ان شاء الله باش نعملوا فيه ماتش اخير نهار 15 ضد الاتحاد المونستيري، وبعد يقعد اسبوع نخدموا فيه عادي باش نكونوا ان شاء الله جاهزين كما يلزم للدوره هذه المهمه اللي نعتبروها معناها دوره مهمه لنا احنا. اذا باش اذا الدوره هذه نحكي على تعدى شويه ممكن المنتخب الناس ممكن وقتها كاس العالم هو اللي حجب مشاركتنا في دوره طولون. تعرفوا اللي لعبنا نهائي، تعرفوا انه خلاف انه وصلنا الدوره للنهائي في دوره مهمه كمان هذه. الاهم انه فما برشا ملاعبيه نجموا يخرجوا لاوروبا ترافير الدوره هذه، وهذه اهميه الدورات هذا. ممكن الناس ما تعرفش قيمتها. واحد تورنوا طولون واحده من اقدم الدورات في العالم، معروفه والناس الكل تعرف انه المستوى كبير وانه يجيو منتخبات عندهم مستوى. اليوم انه نوصلوا نهائي يعتبر حاجه باهيه بالنسبه لنا، احنا نبنيو عليها. صحيح انه مش سيبانا مش نفس الافكتيف اللي موجود في الدوره هيك، مش موجود توا، لانه ممكن من لي زونديكاب الموجودين في الدوره هذه انه فما برشا فرق ما عطاوناش الملاعبيه، لانه سيبا جورني فيفا ماهوش من حقنا ناخذوهم. دونك عملنا اكثر على اللاعبين اللي يشتوا في البطوله الوطنيه. وثم اونديكاب اخر لازم الناس الكل نعرفوه، انه من حقنا الا 18 ملاعبي، زوز حراس و16 ملاعبي في الدوره هذه في تورنوا فيها 3 مباريات في 5 ولا 6 ايام. هنا يلزمنا نعملوا برشا على اول حاجه على الجاهزيه البدنيه والذهنيه، وسيرتو لا بوليفالونس دي جور. مش نبدلوا نقول لك احنا ماشيين اقصر ما فما ان شاء الله 27 نروحوا تحب هكاك. ها معناها سي نورمال. معناها اليوم انت تجي من اليوم اي مدرب كي تبدا براتيكمون فريق جديد، اليوم باش نلعبوا بفريق جديد، اوكي باش نعملوا التحضيرات اللازمه كما قلت انت. فما ظروف اخرى اللي حكيت عليها انت، ممكن دخلت في الديتاي نتاع الملاعبيه، فما ملاعبيه معناها اون با بوكو دو شوا، تحب ولا تكره في الكاتيجوري داج هذايا ما فماش. وسيرتو انه كي تبدا معناها ماهوش جورني فيفا وفما برشا ملاعبيه يلعبوا لبرا سواء في اوروبا ولا في الخليج، او حتى ملاعبيه اللي يلعبوا في قطر ما نجمناش ناخذوهم. اليوم تحكي على من مهرزي ولا انس الخرداني ولا لؤي تراي، فرقهم انه رفضت انه تعطينا اللاعبين، لانه كما قلت لك من اليوم سي با جورني فا، من حق الفرق انها ترفض وما تجم معناها هذاك. دونك اليوم بالظروف هذه الكل نقول لك ايه اوكي. انا كمدرب اليوم يلزمني نعدي دي ميساج باهين لملاعبيتي، ويلزم يكون عندنا عقليه انه راهو اي تورنوا ندخلوها انه باش نمشيو للبعيد. معناها يعني كي مشينا للتورنوا طولون، اسكو اليوم انت كنت كاحمد عداله تعرف ان احنا نجموا نوصلوا للنهائي؟ وكان حتى حد ما كان يتصور، لانه يعرف قيمه المنتخبات الموجوده غادي مي بيان سور بقوه شخصيتنا وبالمجموعه والانضباط اللي داخل المجموعه والروح نتاع المجموعه نجمنا نوصلوا ان شاء الله. باش نلعبوا على النقاط هذوما، ما نجمش فما حتى مدرب يعدك يقول لك راه باش نهز التورنوا ولا باش نلعب نهائي، لكن كيف فما حتى مدرب باش يقول لك راه باش نلعب 3 مباريات ونروح. دونك اون فا ترافايي افون باش نحاولوا نعطيو لو ماكسيموم تاعنا الناس الكل، سواء ستاف سواء ملاعبيه، باش نحققوا اهدافنا. لانه اليوم تحب ولا تكره، اليوم ممكن قوس ساخر بعد خيبه كاس العالم الناس الكل ولات مركزه علينا احنا اكيد. دونك احنا علينا مسؤوليه كبيره، والملاعبيه يعرفوا اللي علينا مسؤوليه كبيره. وكيما نجموا يعملوا البريستاسيون هذيك في طولون، علاش لا ما نعاودوهاش في ايطاليا، وممكن حتى احسن. كيستيون ثانيه لي طون جو راهو معناها اللي حكيت عليه. اول حاجه كذا مش ما لعبش برشا، راهو عملناه السنه اللي فاتت، مشى عمل زوج جمعيات دو بري، صار الموسم الاول مع شركه القروان ولعب برشا مباريات، وحتى مع اتحاد بن قردان لعب اوكي. ني با ستابل معاك، ني با ستابل،
مي اليوم اعطون جو واخذ كيما قلت لك. راهو فما ما نحكيش على كادر بصفه عامه، راهو فما ساعات دي شوا ما تحس بروحك ما عندكش برشا شوا في المكان هذاك. اليوم تعرف شكون المهاجمين اللي عندنا على الاقل اللي تابعيني اللي مش موجودين. بن علي مازال كي مشى فريق في تركيا دونك ما يجمش يجي. اللومي كيف كيف اللي هو في الفريق الاول لكن سنه يسمح له انه يكون معنا. كيف كيف السعيدي معناها عندنا بوعجيله كيف كيف اللي هو صحيح في الايفان لكن يجي يكون معنا. هذو مهاجمين كل يلعبوا لبرا. اذا باش تجي اليوم للبطوله التونسيه واللي زاتاكون اللي من 2005 2006 2007 ما تلوج وانت تبارك الله ملك الاحصائيات وتشوف ما تلقاش برشا دي شوا. ورغم اني مقتنع معناها بامكانياته ونعرف انه ملاعبي كيما زين الدين كادا محتاج شويه ستابيليتي في ودي شوا صحاح في كاريره. يجي يكون مهاجم. ما تنساوش انه في وقت من الاوقات سنانه كيف كيف ما كانش موجود في كرة القدم التونسية بعد موسم ولا من أحسن المهاجمين. دونك الوليد عنده بوكو دو كاليتي شوية ستابيليتي سورا لان دي ميور. كيف كيف شكون آخر تنساش إنه الليستة هذه فيها برشا ملاعبية إيفان. معناها اليوم راهو تشاورنا مع المدرب نتاع الإيفان سي نبيل طرابلسي لأنه كما قلت لك ما كانش عندنا برشا خيارات. دونك فما تواصل بيناتنا وحاولنا ناخذوا لي ميور جوار نتاع الإيفان. تحكي بوقديدة إيفان كابيتان نتاع الإيفان 2007 دونك افيك نو على خاطر عارفين الكاليتي نتاعو وعارف انه يجي يكون موجود. الاخرين كانوا معنا في التحضيرات نتاع دوري الطولان. اذا تحكي على الجبالي ولا تحكي على العبيدي اللي يلعبوا في النادي الافريقي صحيح ما يلعبوش في الفريق الاول لكن جاوا معنا في البريباراسيون نتاع طولان وشفنا امكانياتهم وتفرجنا عليهم حتى مع الفريق الثاني نتاع النادي الافريقي في البطوله. وما دام موجودين معنا راهم عندهم الامكانيات لانه مهم جدا انه نختاروا احسن ملاعبيه. راهو هذاك هو دورنا هنا. نبداو الشطر الثاني تاع السؤال معناها اللي هو شوا ايتيدي. كما قلت لك الخلاف الفرق تعرف انه مستقبل مرسم الفرق اول الفرق اللي رجعوا لونتريمون جي اس او عندهم بون ايكيب. وكيف كيف حتى ساقية الداير تنجم تسألوا عليها في واحده من احسن الفرق او الموسم الفارط في الليغ 2 والسنه كيف كيف حتى في البريباراسيون بداو بكري وحاضرين. وانا اليوم وانا بزوان اول حاجه بفرق حاضره باش نعرفوا روحنا. واهم حاجه كما قلت لك خلاف اسماء الفرق يهمني انه نهار بعد نهار نلعبوا ماتش كما قلت لك باش نعيشوا اللي باش نعيشوه ان شاء الله في ايطاليا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كيفاش تعاملت مع العروض اليوم. اول حاجه باهيه برشا انه كي واحد كي عنده العروض معناها اوكي انه معناها مادام الانسان مطلوب معناها على الاقل ثم مستوى. هذه حاجه باهيه برشا. ثاني حاجه كيفاش تعامل عادي يعني. او الناس كنا مع بعضنا في دوري الطولان رغم انه كان ثم برشا حديث عليه لكن قعدت مركز لاخر دقيقه على المنتخب وهذاك هو. لان اليوم انا موجود على راس المنتخب الاولمبي. شرف لي وشرف لاي تونسي انه يكون موجود. اوكي العروض كانت باهيه ونتصور انه كيف غيري عملنا دي ساكريفيس فينانسي في الامور هذه لكن مشكلنا اليوم مثلا معين ما شاء الله عليه يعني نتصور انه عمل تضحيات ماديه باش يكون موجود على المنتخب لانه المنتخب شرف لاي واحد. تفضل. مدام اعطيوها الميكرو.